واحد، الحضارة المصرية، احنا ما بنتكلمش عن الارث، خلينا نتفق، احنا لسنا اصحاب الحضارة المصرية، احنا ساكني ارض الحضارة المصرية. حتى طلاسمها فكناها، ومش احنا اللي فكناها، ده جوه المستشرقين فكوها لنا، حجر رشيد لحد ما ابتدينا نفهم الكلام ده كله. بلغ للنائب العام من برنامج تلفزيوني طلع فيه بني آدم ينفي وبكل بجاحة امتلاك المصريين للتاريخ والحضارة المصرية القديمة. المحامي محمد كمال لما سمع في التلفزيون بني آدم بيصرح بالنص كده إن المصريين المعاصرين ليسوا أصحاب الحضارة المصرية القديمة وإنما هم سكان أرضها. وطبعا البلاغ اتقدم فيه بسبب العبث في تاريخ مصر وحضارتها ونفي امتلاك المصريين لحضارتهم اللي كلها شبههم ومن لونهم حتى الآن. الشخص ده اكيد مأجور وبيقول كلام مكتوب له بالحرف الواحد قصاد اجره وما يعرفش اصلا الكلام ده صحيح ولا لا، او مجنون ولا يفقه ما يقول اصلا، او طالع يثير الجدل ويركب ترند وخلاص. وفي كل الحالات هيتوقف عند حد وهيشرف صفحة وزارة الداخلية قريب، ده لو ما كانش شرفها اصلا قبل ما صور الفيديو ده، عشان يكون عبرة لكل شخص يفكر يعبث في تاريخ مصر وهويتها بدون دليل يثبت صحة كلامه، وبالذات لما تكون حقائق علمية ثابتة عليها مليون شاهد ودليل. مش هيجي دلوقتي يعلمنا عن حضارتنا بني ادم مأجور او دخيل. بلا منازع ولا شك المصريين القدماء هم بناة الحضارة، والمصريين المعاصرين هم احفاد بناة الحضارة. وتقدروا تشوفوا توابيت ومومياوات الاموات، منهم ملوك ومنهم علماء ومنهم بناة، وكلهم في الشكل واللون شبه المصريين المعاصرين. فيلي بتنفي تاريخ مصر من بين ايادي احفادها اللي متأكدين ان هم احفادها، هل انت مجنون؟ احنا امتداد للحضارة المصرية القديمة وصناعها اللي عاشوا في وادي النيل وصنعوا الحضارات وتعاقبت عليهم العصور والحكام واللغات والديانات، إلى أن الشعب المصري بكل ما فيه من مميزات هو الشيء الوحيد اللي فضل ثابت ومتمسك بأرضه وهويته وحضر. الدراسات الأنثروبيولوجية، يا رب أكون قلتها صح، قارنت الهياكل العظمية لسكان مصر قبل الدولة الفرعونية وفي بداية عصر الأسرات، وانتهت بوجود استمرارية سكانية عامة، وأكدت أن تكوين الدولة المصرية والشعب المصري كانت في جوهرها عملية محلية، يعني المصريين وهم المصريين اللي من آلاف السنين وحتى الآن. مفيش غزو أجنبي صنع حضارته عندنا، مفيش غزو أجنبي غير فينا، مفيش غزو أجنبي قدر يطلع من المصريين مصريتهم ووطنيتهم وحبهم لأرضهم وانتمائهم لحضارتهم. حتى اللغات المصرية ما اختلفتش بل تطورت عبر مراحل تاريخية متعددة، بداية من المصرية القديمة مرورا بالمصرية الوسطى والمتأخرة والدومقيطية والقبطية وصولا إلى العربية. الأصل واحد، والدليل على ذلك هو استمرار العادات والتقاليد والثقافات القومية من آلاف السنين حتى يومنا الحالي.